عملت صينية رقاق باللحمة المفرومة. بصراحة شكلها وريحتها وطعمها حلو ومش مكلفة جدا على فكرة، وما فيهاش جبنة خالص. عملتها ببيض. يلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهارده طبعا هنعمل اللي هو الرقاق باللحمة المفرومة. في ناس بتعمله بفراخ، في ناس بتعمله خضار، في ناس بتعمله سادة، وفي ناس بتعمله تشيز، في ناس بتعمله حاجات كتير جدا. انا النهارده هعمله باللحمة المفرومة العادي يعني. بس في ناس بتحط عليه جبنة على الوش، وفي ناس بتحط زبدة، وفي ناس بتحط بيض. انا هحط زبدة وبيض، مش هحط جبنة. خلينا نشوف هيتعمل ازاي. وقبل ما نبدا ما تنسوش تدعموني على قناتي يوتيوب رامي سعد محجوب عشان ما نطولش على بعض. ويلا بينا على الفيديو. طبعا جبت نص كيلو لحمه مفرومه ومعاها طماطمتين وفلفلايه وبصلتين وقطعتهم نص تقطيعه واحده اللي هو الجوليان. وعندي كمان هيكل فراخ اللي استخدمه لشوربه الرقاق. وعندي كمان زبده معموله ببخار الجو او درجه حراره الجو، مش طايلها نار خالص. وعندي طبعا كوبايه حطيت فيها بضايه واديت لها نص معلقه فلفل اسود ونص معلقه قرفه، اديت لها ونص معلقه ملح وقلبتها وركنتها على جنب عشان ده اللي هعمل بيه وش الرقاق. جبت كوبايه تانية حطيت فيها ورق لورا وفلفل اسود وفلفل حصى عشان استخدمه شوربة الفراخ. وكمان اديت لها معلقة قرفة وكزبرة وملح وركنتها. وجبت كوباية تانية حطيت فيها فلفل وبابريكا ومرقة وسبع بهارات وكزبرة وكمون وبابريكا وسبايسي عشان خاطر دي اللي هستخدمها للحمة المفرومة. جبت الرقاق اللي انا كنت عامله وفيه كسر مني بس عادي، ده هيشتغل وده هيشتغل. جبت اللحمة وبدأت انزل عليها بالتوابل بعد ما بدأت ان هي تتعصق شوية زي ما انتم شايفين كده. بصراحة كانت ريحتها حلوة قوي، مش هضحك عليكم، كانت جميلة فعلا جدا، ريحة وطعم تستنج. نزلت بالبصل واللحمة داخلة على التسوية وخلاص البصل كمان هيبدأ يدبل معايا. نزلت بالفلفل والطماطم وكذلك برضو هيبدأ يدبل معايا. بعد كده ركنته على جنب على ما ادي صدمة الهيكل الفراخ واعمل الشوربة بتاعة الرقاق. نزلت بالهيكل ونزلت عليه بالتوابل اللي فيها ورق لورا وفلفل حصى. وبعد كده بدأت انا اقلبها وانزل بالمية. دي اهم تيستنج عندي في كل شوربه وفي كل صوص طماطم او اي حاجه بديها الحاجه بتاعتها صح. طبعا اللحمه مفرومه بعد ما بردت طبعا ما دخلتهاش التلاجة لانها كده كده مش محتاجه، كانت ريحتها كانت حلوه قوي فعلا. وبعد كده الشوربه كمان كانت جاهزه عندي، ولازم الشوربه حرفيا تبقى سخنه قوي. جبت الزبده وحطيتها وبدات افرش فيها في الصينيه بتاعتي اللي هي بسميها صينيه الشقيانه، عشان لو اتقطعت معايا او قطعت فيها ما تضرنيش في حاجه. جبت الرقاق وبدات ان انا استخدمه زي ما انتم شايفين كده. في ليه كذا طريقه، ممكن انت تفتي فيها زي ما انت شايف كده، وممكن انت ترش عليها بالميه او بالشوربه برضو باللوش او بالمعرفه، مش هتقول لا. كذا واحد بيسقي الرقاق بكذا طريقه. عملت منها، خدت الرقاق قسمته على مرحلتين، نص درجه تحت وحطيت اللحمه، والنص التاني بدأت إن أنا أحط الرقاق وأحط الحتت المكسرة في النص وأحط الحتت الكبيرة من تحت ومن فوق عشان يخلي شكل الرقاق معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصراحة كان شكل الصينية كان جميل أوي. وما تنسوش تدعموني على قناتي يوتيوب رامي سعد محجوب. طبعا بدأت إن أنا أكبسها بالشكل ده وأحط الشوربة من الجوانب عشان بوظ شكل الرقاق. طبعا مش شرط انت تقطع الرقاق قبل ما يخش الفرن، ممكن تقطعه عادي بعد ما ينتهي من الفرن. بدأت ادهن بقى بالبيض والزبدة على الوش من فوق وادخلها الفرن، وبصراحة كانت شكلها حلو قوي. ازيك يا جماعة، عاملين ايه؟ ادي صينية الرقاق. شوف، بيض بس يعني، مش واخدة ولا جبنة ولا اي حاجة. شايفين عاملة ازاي؟ اهي كده استوت. هنقلبها ونشوفها ازاي بقى من تحت بقت عاملة ازاي. شايفين اهي، شايف بتطلع لوحدها كده ان هي استوت. زيت قليل مع زبده وبيض على الوش فوق، من غير بقى تكلفه وجبنه وبتاع، وهتديك تيست حلو قوي. يلا اوبا، جامده، واو. بس انا مش محروقه. وادي اهي عامله ازاي اهي، تمام. ادي صينية الرقاق لناس شايلة همها. طبعا ممكن اكتر فيها زيت واكتر فيها سمنة واكتر فيها حاجات كتير، بس انا مش عايز اكتر في الحاجات دي كلها. تعالوا بقى ايه، شايفين شكلها عامل ازاي اهي.
حاجة يعني روعة. يا سلام يا سلام يا سلام. تمام. ممكن احسنها اكتر يمكن. يا سلام. يا سلام. لو عايز احط لها جبنه احط لها جبنه عادي، مش هتقول لا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ولو بردت تعرف تاكلها اكتر. تمام. خلينا بس ايه، نحاول احنا ننزلها بس. يا سلام. امم حلوة قوي، وكمان تستاهل حلو قوي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ومستني تعليقاتكم واقتراحاتكم وافكاركم. وممكن تحط من جوه جبنه عادي، ممكن تحط من على الوش جبنه عادي اللي انت عايزه، بس مش عايزك تكلف نفسك. زبده وزيت وبيض بس، بضايع. تمام. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تدعموني على قناتي يوتيوب رامي سعد محبوب. اشوفكم حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تشاو. حاجه مش هضحك عليكم، احسن من المطاعم فعلا. اشوفكم حلقه جديده. تشاو.